بص، في فيلمين لو حطيتهم جنب بعض هتحس إنهم بيكملوا بعض، بس كل واحد فيهم بيحكي الحكاية بشكل مختلف. فيلم فايت كلاب بيحكي عن واحد ميت جوه النظام، فبيحاول يعدي كل الحدود ويكسر كل القواعد عشان يحس إنه عايش. على الناحية التانية، فيلم أمريكان سايكو بيحكي عن واحد عايش وناجح بس من جواه ميت ومش حاسس بأي حاجة. البطل في فيلم فايت كلاب بيحاول يقلع القناع اللي المجتمع بيلبسهوله بالعافية، لكن البطل في فيلم أمريكان سايكو هو القناع نفسه ومصدق الكدبة اللي هو فيها. البطل في فايت كلاب بيولع في العالم وبيهدم كل حاجة عشان يبدأ من جديد، لكن البطل في أمريكان سايكو بيستخدم الدم كوسيلة، بيقتل ويعذب الناس عشان يحس إن هو عايش. لكن الفيلمين في النهاية بيقولولك نفس الحاجة: ما ينفعش إن المجتمع هو اللي يشكلك، لأن ساعتها النتيجة هتبقى سيئة جدا. فيلم فايت كلاب بيحكي عن واحد بيقف ضد النظام، وفيلم أمريكان سايكو بيحكي عن واحد بيمثل النظام نفسه. شفت بقى ازاي الفيلمين اتقالوا بالعكس؟ بقولك صحيح،